السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين. اخباركم ايه؟ طبعا اللي انتوا شايفين دوا عزال عروسة وفرش عروسة. انا نزلت الفيديو بتاع الزفة بتاع الفرش ده لما راح بيت العريس. لكن المرة دي انا حبيت اوريكم الشقة بعد ما اتفرش. ده طبعا اللقطة الاولانية اللي انا كنت واخداها ساعة ما العزال كان موجود، واحنا هنبدأ ننزله في العربيات. الله يكون في عون ابو العروسة وام العروسة في الغلا اللي احنا فيه ده، واللي يسطر بنت واللي يجوز ولد، يعني بجد يعني حاجة كبيرة كبيرة كبيرة. وربنا يفرح كل أولادنا وأولادكم، آمين يا رب العالمين. وبسم الله نبدأ. بصوا الشقة بقى، أنا بدأت بأوضة النوم. هي الشقة بسيطة ومساحتها صغيرة، بس ما شاء الله على الذوق. بصوا الراحة النفسية لما بتخش أوضة النوم دي بجد يعني كانت ممتازة. الله أكبر الله أكبر. ألوان على بعضيها لايقة ما شاء الله. طبعا البلالين دي نفخة العريس. والمكياج بصراحة يعني اخوات العريس الله أكبر عليهم، فرشوا الميك اب عبال ما احنا رحنا اخر مرة نفنش يعني. بس اهو تسلم ايديهم، ربنا يفرحهم باولادهم، والتانية ربنا يفرحنا بيها ان شاء الله. والعريس طبعا اللي عامل الحاجات دي، احنا ما عملناش اي حاجة. جينا الجناعة من كل حاجة بصراحة ما شاء الله عليه، الله اكبر. كان فرحان وكان مبسوط. اوضه النوم بصي لونها بسيط وجميل خالص وذوق. البساطة موجودة في الشقة دي، والجمال والراحة النفسية موجودة في الشقة دي ملابس الخارجية للعروسة حطيناها طبعا لأن مفيش أوضة أطفال، فاضطرينا نحط الدولاب كان زحمة. والعريس طبعا ما ادينالوش أي مكان. فاضطرينا هنا نحط الفوط والمفروشات، وحطينا العبايات الصيفي والعبايات والبيجامات الصيفي والعبايات الشتوي مع بعضهم في نفس الضلفة علشان المساحة. والضلفة الأخيرة دي كان فيها قمصان النوم، وكان فيها خدنا بس جزء بسيط اهو العريس زجنا يعني كام حاجة كده من حاجاته. وربنا يفرحه، امين يا رب العالمين. وفرحه من الشنط من تحت اهي. طبعا العريس ان انا اصر ان انا اغير له الاضاءه، فقال لي لازم تصوري تاني، فما رضيتش ازعله، قلت له من عينيا. بصوا الإضاءة جميلة جدا، والراحة النفسية اللي كانت في الأوضة دي بجد بجد ما شاء الله. ربنا يفرح بناتنا وأولادنا، آمين يا رب العالمين جميعا يا رب. بصوا تسلم ايدين طبعا اللي رست خالة العروسة، عقبال ما تفرح ببناتها يا رب. دي كنبة موجودة اللي هي قدام الشاشة في الترجة، لأن الشقة بسيطة وجنبيها التلاجة أو الشاشة، وقصادها على طول الكنبة والترجة دي. هنروح على فين؟ هنروح على اوضه الجلوس. بسم الله ما شاء الله، الالوان لايقه جدا على بعضيها وحلوه خالص ومريحه جدا للعين وبسيطه وجمال ما اقول لكمش. ربنا يا رب يهني كل الناس ويفرح بناتنا ويفرح اولادنا. طبعا الطبلات دي ايه؟ زوج العريس، والنيش بسيط وصغير خالص، حتى بعض الصين اللي حطيناه فيه وبعض الحاجات يعني الباقي حطيناه جوه المطبخ. ودي التسالي، ودي طبعا النواعم تسلم ايدي انا اللي عاملاها اكيد طبعا. ومنزلها لكم على القناة وتفرجوا على طريقتها، يعني حلوة جاية وتعجبكم ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده بصي احنا هنخش اهو. الحمام طبعا صغير، وجزمة اضطرينا ان احنا نحطها كده في النص على جنب، يعني عشان ما تاخدش مكان وما تشغلش مكان. هتلاقي الحمام هتلاقيه. بصي طبعا عروستنا بتحب عباد الشمس، فلازم كان لازم تجيب بفازة فيها عباد الشمس. ادي الحمام بصوا صغير جدا، بس بصراحة مأدي الغرض حلو. آه، بصي في حاجات بسيطة طبعا، كان في حاجات في الحمام احنا جايبينها اللي هي بنفرش بقى الحمام كلها، اضطرينا ان احنا نحطها في البلكونة بره علشان ما كانش فيه مساحة. بس بصراحة حاجة كده مريحة للنفس وما شاء الله ربنا يبارك اهو. شياكة في الالوان وزوج بصراحة تسلم زوجك يا عريس انت وعروسة. ده المطبخ بص حلاوة الكرسي والترابيزة الصغيرة دي جدا. وبسيط. وبصراحة في حاجات كتيرة احنا لما الشقة ضيقة ما قدرناش نحطها، حطيناها في الصحارة بتاعت السرير. بصوا بقى الجمال. هتبدأ بالمطبخ برضو، طبعا ده زوج العريس. الطبلات تسلم زوجه. المطبخ احنا بنحط فيه الحاجات الضروريات اللي هتستعملها العروسة، وعندنا عادة ان احنا بنحط على الرخامة بعض الحاجات اللي هتشوفوها معانا، يعني مش بنشيلها في جوه المطبخ.
بعد يوم واتنين من العروسة يعني وكده، ويخلص بقى الناس اللي داخلة واللي طالعة بتبارك وبتتفرج، بتشيلها العروسة وبتحطها جوه المطبخ يعني. اهو المطبقية، واحلى حاجة الحنفية بصراحة بالحوض في النص حلوة خالص. وادي بعض البلاستيكات والكوبايات اللي هي سهلة الاستعمال، هتستعملها بسهولة. وده بتاع الشوربة، احنا بنحط فوق الرخامة، الناس تتفرج يعني، ده عادة عندنا ان احنا لما نيجي نفرش بنحط الحاجات زي كده. انتوا المنظر حاجات كتيرة محطوطة على الرخامة، بس هي بتتحط كده. بعد يومين الفرح ما بيعدوا العروسة بتشيل كل الحاجات دي وبتطلع اللي بتستعمله بس، وبينفعها على مر الزمن. والله بجد يعني في الغلا اللي احنا فيه ده بصراحة حافظة عليهم يا عروسة، دول اتجابوا ما اقولكيش اتجابوا ازاي. ربنا يفرحك يا رب ويديك الذرية الصالحة انت والعريس. اهو الله اكبر، ذوق وبساطة بقى. ان طبعا الصين عشان النيش تحت ما شالوش، فحطيناه فين، فضينا له ضلفة في المطبخ. وفكرة ان العريس عامل الرف اللي هناك ده هو حلو خالص برضو. ومن تحت هنا في المطبخ حاطين الحلل، الجرانيت هو الألمونيوم بالصواني بتاعتها. وبعد كده هتلاقي طبعا الحلل الألمونيوم، والحلل ال- الدماسة طبعا لازم دي أساسية في الدماسة. وساعات ما بناتنا كتير ما بيعملوش فول يعني، بس لازم تتجاب في الجهاز يعني، حاجة أساسية. سيراميك اهو. وكمان الألمونيوم احنا بنحب الحلل اللي هي زي كده من غير ودان بصراحة، بتخلي عندنا الأكل والرز بنستعملها هنا كتير عندنا، فبتبقى حلوة يعني، ده شيء أساسي اهو. وطبعا في ضلفتين هنا انا ما فتحتهمش، فيهم البريل وفيهم السلك وفيهم الخزين اللي هو بتاع الايه، العروسة. ما شاء الله، الله اكبر، بساطة وجمال ورضا. بجد بجد الشقة ان هي رغم ان هي صغيرة، بس في رضا ما بين الطرفين، في حب ما بين الطرفين. اللهم بارك، اللهم يسر، اللهم يسر على كل ولد وبنت يا رب العالمين، فرح اولادنا جميعا يا رب. طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتابعوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.